السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ليت نايت وده الوقت اللي انا ببقى ايموشنال قوي فيه، عشان كده عايزة ابدأ الفيديو ده بداية ايموشنال شوية، وهي اني بعتبر الفيديو ده رد جميل بس مش لاصحابه، ممكن نقول رد جميل للإنسانية. الجميل كان اتقدم لي في شكل two pieces of content، فيديو على يوتيوب شفته من اكتر من سنة، من كذا سنة، وفصل في كتاب قريته من كذا شهر. وفي اوقات كتير جدا القصة اللي في الفيديو على يوتيوب والفصل اللي في الكتاب دول كانوا كل اسبابي للموتيفيشن وكل الونس اللي في دماغي. ليه؟ لانهم جايين من ناس مروا بالتجارب دي فعلا. في اخر الفيديو هحط لكم الفيديو اللي اثر فيا والجمله بالذات وحكايتي معاها، وهحط لكم الكتاب اللي اثر فيا والفصل بالذات وحكايتي معاه. انا كمان حبيت اني ارد الجميل ده للبشريه عن طريق اني اعمل فيديو عن الموضوع ده احطه على يوتيوب. وبصراحه المفروض ان الفيديو ده كان هيكون اصلا فيديو البلوفر بتاعي، لان الحمد لله الفكره المتخلفه اللي جات لي من كام شهر اني اعمل بلوفر لنفسي وانا ماليش فيها خالص، وما اعرفش اصلا في الكروشيه غير كام غرزه بساط جدا، وماليش في الباترون ولا اخد المقاسات ولا الحاجات دي خالص. ما طلعتش فكره متخلفه قوي ونجحت. فانا صورت فعلا الفيديو وان شاء الله هيكون موجود على يوتيوب، يا اما الفيديو الجاي يا اما اللي بعده. لكن اللي خلاني عايزه انزل الفيديو ده هالحين هو كومنت جالي على فيديو على تيك توك. هحط لكم صورته دلوقتي عشان انا مش فاكره هو كان بالظبط بيقول ايه، بس كان بيتكلم على ان انا المفروض اكون يعني ارقامي اكبر من ارقامي الحاليه. والحقيقه ان انا مش اول مره حد يقول لي كده، والحقيقه ان انا ساعات كتير الفكره دي بتيجي على بالي. ليه لازم الخطوات الاولى تكون بطيئه قوي كده؟ حابه بس اقول قبل ما ابدا الفيديو ان اللي هيتقال في الفيديو ده هو الثوتس او الخواطر الشخصيه بتاعتي، ممكن يكون في تجارب شخصيه مش ابحاث ولا اي حاجه. جات لي منين بقى الاجابه على السؤال ليه لازم الخطوات الاولى تكون بطيئه قوي كده؟ جات لي بمسلسل كوري بصراحه، يعني مش عايزين نكبر المواضيع. مش عايزه اقول لكم اسم المسلسل لانه كان وحش جدا، وما تسالنيش انا كنت ليه مكملاه فرجه عليه لحد الحلقه 13 اللي جاوبت على السؤال ده، لانه انا حقيقي مش عارفه، الا ان ممكن القدر يكون كان عايز يوريني الاجابه في الحلقه 13 فكان بيزقني لحد الحلقه 13. قصه المسلسل كانت ان في ولد بيشتغل عارض ازياء، هو وسيم لكن من اسره بسيطه جدا جدا جدا، وبيحاول على طول ان هو يكون ممثل وبيفشل في ده على طول، لحد ما حد جابه عمل له فيلم او مسلسل مش فاكره قوي، غالبا فيلم، والفيلم ده كسر الدنيا. حلو، يسكتوا عند كده؟ لا، فيلم كمان او مسلسل كمان كسر الدنيا جدا وفجاه بقى اكبر بطل في كوريا. القصه تبدو ان هي كليشيه قوي، صح؟ اللذيذ بقى او المفاجأة حصلت فين؟ ان الولد ده لما الدنيا كبرت منه من اول او تاني فيلم كده ومرة واحدة حياته اتدربكت، لان هو ما كانش مستعد. عادة لما في نجم بيكون موجود بيبقى عنده فريق شغال معاه، فهو ما كانش عنده الكلام ده. ففجأة ظهر له أعداء في الوسط اللي هو جه أخد مكانهم فجأة دول، فبقوا بيكيدوا له المكائد وهو ما عرفش مين دول أصلا ولا إيه اللي بيحصل ده. فجأة أسرته، أصحابه، البنت اللي هو بيحبها ومرتبط بيها، علاقته باظت معاهم كلهم. وبصوا الدنيا راحت في حتة صعبة قوي، ودي كانت أول مرة أشوف الزاوية دي بتحصل في قصة نجاح بالطريقة دي. فده جاوب لي على سؤال ليه لازم الخطوات الأولى تكون بطيئة. لازم الخطوات الاولى تكون بطيئة علشان احنا نستوعبها، علشان الدنيا مش كرتون زي افلام ديزني والمسلسلات والحياة الوردي الجميلة. لما حد فينا بيتخيل ان هو هيكون اشهر واحد في العالم، عمره تخيل المشكلة اللي قال عليها كاظم الساهر مع منى الشاذلي، ان هو ما صدق لما الكورونا جت عشان الناس كلها بتبقى لابسة ماسك فكان بيلبس نضارة وكاب ويعرف ينزل يتمشى في المول. الموضوع مش بالبساطة دي، اللي هو يعني عمرك ما هتعرف تنزل، تبقى مشكلة بسيطة. الموضوع ان انت مش هتعرف بروسس التطورات اللي حصلت في حياتك اصلا، يعني الموضوع بيبقى فيه سويتش عنيف قوي. يعني احنا عشان كده انا شايفه ان بالعكس التطور البطيء بتخلي كل حاجه جديده تدخل في حياتك تبدا تتسكن، فتبدا تبقى جزء منك ومن شخصيتك ومن حياتك. يعني انا مثلا فاكره زمان كنت من وانا بتفرج على برنامج عمار الارض، كان بيجي مثلا 2009 2010 مش فاكره، بس انا فاكره انه من زمان. يعني كنت نفسي اني ابقى باجي على التلفزيون واهلي وصحابي واولادهم قاعدين بيتفرجوا. فالحمد لله الموضوع ده اتحقق
قبل ما صحابي يبقى عندهم ولاد والكلام ده كله. يعني وانا صغيره انا بقيت بطلع في التلفزيون الحمد لله، ده كان بالنسبه لي واو. صح، اخر انترفيو كنت طالعه فيه كان على ام بي سي مصر، وكان جاي يوم 2 او 3 حاجه كده، الساعه 3 العصر او 2 مش فاكره، تقريبا الساعه 3 العصر. فمامتي كانت بتقول لي يو يا علا، طب ما كنت قلت لي كنت خدت اليوم ده اجازه. فلقيت نفسي بمنتهى التلقائيه بقول لها ايه ما هي اول مره، ما خلاص الموضوع بقيت متعوده على الموضوع. مش ان هو بقى اي كلام، لا انا على فكره شخص بيمتن جدا، انا طول الوقت ممتنه، بس ما بقى خلاص بقيت متعوده عليه. بالذات قوي فكره ان انت تستوعب التطورات دي لما يكون حالتك زي حالتي. انا بقالي سنتين في نفس اللعبه اصنع صديقك المفضل. اول ما عملتها كان في ناس اعرفهم ولادهم عندهم سنتين، فقالوا لي يا علا هي ممكن يستخدموها الاولاد من سن كام؟ فانا بناء على تيست كنت عاملاه مع اكتر من طفل، كنت قايله انه من 7 سنين، وكمان على ريسيرش كنت عاملاه لان كل الاولاد عند سن 7 سنين بيبقوا خلاص بيعرفوا يمسكوا قلم، فكلهم هيعرفوا يستخدموا صواميل ويلونوا ويقصوا والكلام ده كله. لكن قبل كده بتبقى اختلافات فرديه ما بين الولاد. فبعد ما ناس اكتر بدأت تستخدم اللعبة، لقيت ان في ولاد معايا في الورش بيلعبوا بيها من 4 سنين، وجالي ريفيوز عن ناس استخدموها مع ولادهم من 3.5. بس الكلام ده كله اختلافات فردية، ما ينفعش انا امشي اقول اللعبة بتستخدم من 3.5 او 4. عشان كده انا كاتبة على اللعبة ان هي من 7، اي حد بعد 7 يقدر ان هو يستخدم اللعبة. فالناس بقى اللي كانت اول ما ابتديت اصنع صديقك المفضل قالوا لي انت مش عاملة حاجة لسن 2 عشان ولادنا، جم دلوقتي لما اولادهم بقى عندهم 4 سنين اشتروا لهم اصنع صديقك المفضل. فالموضوع ده باين ان هو علا هو بجد احنا بقالنا سنتين العيال كبروا. اللي هو انا كنت بقول لهم حاضر ان شاء الله هفكر في حاجه لسنتين، بس اكشلي انا مفكرتش في حاجه لسنتين، العيال هي اللي كبرت وجابت اصنع صديقك المفضل. فكتير قوي انا بلوم نفسي او بحس بالذنب ان انا بقالي سنتين في نفس اللعبه. بس لما بشوف انا بالذات كشخص يعني خلفيتي فنية وأنا عندي اعتقاد إن بنى الشخص الفنان مختلف عن بنى البيزنس مان. فأنا عشان أتحول من الشخص الإيموشنال العاطفي اللي بيشتغل بالحب وبمزاجه، ولما بيبقى مبسوط بيدي قوي، ولما بيبقى مقفول خالص الكلام ده، عشان يتحول لشخص بتاع بيزنس سيستماتيك قوي وحاطط الايموشنز على جنب وماشي ايا كان الوضع. وفي فروقات كتير قوي ما بين الفنان والبيزنس مان عشان نكون عارفين. انا نفسي في يوم من الايام، يعني ده واحد من احلام حياتي، اني اعمل كتاب بيتكلم عن البيزنس لعقلية الفنان يعني اتمنى اني اعمل كده في يوم من الايام ان شاء الله. بس يعني بعد مثلا 5 6 7، يعني ده من احلام تلاتيناتي بقى، اللي هو خلاص انا عملت حاجه تستحق ان انا اتكلم في الموضوع ده. فالخطوات الاولى بطيئه عشان احنا لسه بنحط البيز، فمحتاجين ان احنا نستوعبها. عايزه اديكم فاصل في الحته دي بما اننا اتكلمنا عن اصنع صديقك المفضل والاطفال، فعايزاكم تشوفوا الفيديو الجاي ده قبل ما اقول لكم على الفيديو والكتاب اللي ونسوني والهموني. البنت دي عمرها 4 سنين، ودي كانت ورشة كنا عاملينها للعيلة، وعجبني قوي اتيتيود باباها وهي بتحاول تركب المسامير وهو قاعد ما بيحاولش يديها اي مساعدة، لان هي مش محتاجة مساعدة، هي كل اللي محتاجاه هو وقت. هو عارف ان الكنز في الرحلة وفي البطء بتاع ان هي اللي بتركب بنفسها. البنت دي عمرها 4 سنين، ودي هي العروسة اللي عملتها بإصنع صديقك المفضل في نهاية الورشة. ولما روحت مامتها بعتت لي الصور دي وبتقولي ان هي فضلت ماسكة اللعبة طول اليوم، وانا متأثرة جدا بالموضوع ده بصراحة. ليه متأثرة؟ لان احنا دلوقتي بقينا شايفين الحياة كلها سريعة، حتى الكونتنت على انستجرام وتيك توك بقى سريع، والناس بقت تأدت بقصات سريعة. انا كمان بعمل كده عامة على تيك توك وانستجرام لانه I have to الحاجات لازم تكون سريعة جدا. والفيوز على يوتيوب قلت جدا بسبب ان الناس ما بقاش عندها خلق تشوف فيديو طويل. ده بيأثر على ان احنا المايند سيت بتاعنا مش عايز يحط وقت. however الحياة محتاجة ان احنا نحط وقت، لان احنا محتاجين زي ما بقوله كده ان احنا تو بروسس الموضوع، ناخد كل حاجة بنتعرض لها ندخلها دماغنا، مشاعرنا نسكنها في حياتنا and then
كده احنا كبرنا. عايزه اقول لكم على كوت كده كنت قريتها، مش فاكره كان مين اللي قايلها يعني، بس كانت من اكتر الحاجات اللي عجبتني جدا، وتنطبق على فكره على الجمله اللي قلت لكم عليها من الفيديو والجمله او الفصل اللي قلت لكم عليه من الكتاب. الجمله كانت بتقول، او الكوت كانت بتقول، ان العلم مش اللي في الراس ولا اللي في الكراس. العلم هو الحاجة اللي انت قريتها او التجربة اللي انت تعرضت لها، سواء في فيديو او سمعتها من حد او قريتها، وسكنتك، سكنت دماغك وسكنت وجدانك وسكنت السبكونشس بتاعك، وبدأت تبان في تصرفاتك وفي استيعابك وتعاملك مع الاشياء، وبدات كمان تديها للناس. فانت كده اتعلمت الحاجه دي. عشان كده انا مثلا عمري ما فتحت الفيديو اللي عجبني ده، هي اول مره بس، ونفس الحكايه في الكتاب، عمري ما فتحت الفصل ده. خلاص هو انا بقيت بستدعيه من دماغي، انا حفظتهم سكنوني. تخيلوا بقى ان ده معانا احنا الكبار، واحنا خلاص يعني اساسيات الحياه موجوده عندنا، بس احنا محتاجين نتعلم شويه حاجات جديده علشان نطور حياتنا، عشان نحسن جودة حياتنا، عشان مش عارفة ايه الكلام ده كله. المشكلة الحقيقية بقى بجد والله العظيم عند الأطفال. ده واحد محتاج يحط وقت في ان هو يمشي، في ان هو يتكلم، في ان هو يتعلم يمسك قلم ويكتب، في ان هو يتعلم عربي او يتعلم انجليش او يتعلم قرآن او يتعلم وات ايفر هو عايز يتعلم ايه. فهو واحد محتاج يحط وقت عشان يتعلم how to be a human being يعني. فمشكلة كبيرة لما يكونوا هم كمان طول اليوم ماسكين الشاشات، الحاجات برضو اللي كلها سريعة. ليه بتخليك هما كمان خلقهم ضيق. العيال مش عايزه تقعد تحط وقت ومجهود في حاجه. البنت اللي انا شاركتكم الفيديو بتاعها، اهلها مركزين جدا معاها على اللعب والحاجات التفاعليه والكلام ده كله. انا بصراحه بتبسط وبعتز جدا بالاهالي اللي مركزين في الموضوع ده، ودي واحده من القيم اللي انا بحاول احطها واهايلايت عليها واكدها باصنع صديقك المفضل. ان احنا بنحط وقت. الورشه بتاعت اصنع صديقك المفضل بتكون مدتها 3 ساعات. عمري ما قلت لحد الورشه 3 ساعات الا وقال يا لهوي يا علا هتقعدي العيال الصغيرين 3 ساعات. عمري ما مشيت من ورشه غير واحنا بيطفي علينا النور. اوه ها خلاص انا شايفه انه كده كفايه. انت ايه رايك؟ وريني. ايه رايك؟ حلوة. طيب فاضل ايه تاني؟ البق. ما هو ده البق. نسيت. فاضل لون احمر كده بس. عايزه ايه بقى دلوقتي؟ هتعملي ايه؟ شوز؟ فريدة خلصت العروسة. ايه رأيك بقى؟ انتي قوليلي. استني كده، ايه رأيك بقى؟ حلوة. انا كمان شايفاها حلوة. دايما بنطرد يعني، عمرنا ما قعدنا 3 ساعات وخلاص، دايما بنقعد اكتر. ولو عندي في الاستوديو بقى خلاص احنا هنبات. نفس الحكايه في الفيدباكس اللي بتجيلي، يعني الناس بتقولي بصي احنا في الاول القعده الاولى بتبقى صعبه، بعدين ما بنقومش. لا، عايزة اقولك الحاجات عجبت الولاد قوي وفعلا انشغلوا بيها وكانوا مبسوطين، فكنت عايزة اقولك شكرا. ولو هتعملي افكار تانية للعب زي كده بقوليلي اجيب منها تاني. هما في الاول ما كانوش attracted قوي ليها لان هما مدمنين ايباد. وبعدين اول ما وريتهم الفيديو بتاعك اللي على اليوتيوب بقوا excited كده وقاموا وعملوا واشتغلوا وكانوا مبسوطين، يعني كانوا مبسوطين بيها قوي. ميرسي يا علا قوي على اللعبة دي. او مثلا حد يقول لي يا علا بس دي لعبه محتاجه وقت، اقول له انا عمري ما وعدت بغير كده. انا عمري ما قلت ان دي لعبه تيك اواي، هي لعبه وقت. عشان كده نفسي ان العالم كله يستخدم اصنع صديقك المفضل، صغيرين وكبار، اصغر من 7 سنين واكبر من 70 سنه. انا عايزه فلوس بصراحه، فعايزه ابيع العاب، بس مش عشاني انا بس. عشان فعلا الناس محتاجه تحط القيم دي في حياتها، محتاجه تحط قيم ان هي تحط وقت، محتاجه تحط قيم ان هي تتقبل الاختلافات الفرديه ما بين الناس، وكل واحد فيهم بيعمل عروسه مختلفه وبيركب الخشب بطريقه مختلفه.
وبيستخدم الخامات اللي جوه بطريقه مختلفه عشان يزين عروسته. كل ده تقبل اختلافات، واحنا دلوقتي في زمن الاختلافات الفرديه، فوي هاف تو اكسبت الاختلافات. سيبكم بقى من اسمع صديقك المفضل وتعالى اشارك معاكم هذا الكتاب، لان هو ده الكتاب اللي انا اتكلمت عليه معاكم في بدايه الفيديو. اسمه رائد الاعمال انسايد اوت لباشمهندس محمد حسام خضر. الكتاب بيتكلم عن رياده الاعمال، بس بصوا اللي انا حاطاه فيه ده VIP والبي از فور بيج. اوكي، الفصل اللي كان بيتكلم عنه الكتاب ده وكان مؤثر جدا بالنسبه لي هي الانسايد اوت، اللي هو الاكشنز والحاجات اللي ليها علاقه برياده الاعمال كاكشنز. لكن انسايد بقى بيتكلم عنه كبني ادم، وكان بيتكلم عن ان رائد الاعمال دايما ممكن تلاقيه متوتر، مش عارف يحافظ قوي على علاقاته او بيبذل مجهود بسبب الموضوع ده. الناس كتير بتلوم عليه ان هو مختفي لان هو بيحتاج يحط وقت اكتر من كل الناس. هي دي بقى فكرة، ان هو بيحتاج يحط وقت اكتر من كل الناس في ان هو يبروسس الاشياء، لان طول الوقت في تغيرات، فهو مش ماشي على لاين واحد ما هو شايفه قبل كده. وسبيشالي في ريادة الاعمال، لان ريادة الاعمال غالبا بتبقى في مشاريع نوعها جديد، فمفيش قدامه حد عمل الحاجه دي قبل كده. احنا بنجرب كل شويه حاجه جديده، حاجه تظبط وحاجه ما تظبطش. فهو الكتاب يعني الجزء اللي هو بيتكلم فيه عن نفسيه رائد الاعمال او البنى الانساني لرائد الاعمال، حسيت ان انا عايزه امسك الكتاب واعيط، لان انا ما كنتش بدي نفسي قبل كده، كنت بحس ان انا اللي عندي حاجه غلط، ان انا اللي مش عارفه اعمل توازن، انا مش عارفه اعمل بالانس ما بين شغلي وحياتي ومش عارفه ايه. فلما قريت الكتاب مش هكذب عليكم، يعني انا ما شفتوش اكسكيوز، ما قلتش اوكي خلاص يبقى ده انا وده مبرر، بس حسيت ان هو اتليست اللي بيحصل لي ده طبيعي، وانا ان شاء الله، ما هي دي بقى حته البطء اللي بتخلينا نستوعب اللي بيحصل لي ده جديد، فانا هقعد مهلهله كده شويه مش عارفه اظبط لحد ما الحاجه تتسنك في مكانها والدنيا تبقى تمام الحمد لله. بعدين نمشي شويه كومفورت زون، وبعدين تحصل حاجه تانية جديده، انبوت تاني جديد، فافضل برضه اتلخبط شويه، وبعدين الدنيا هتبقى تمام. وهي دي بقى سيكونس الحياه. الفيديو التاني هظهر لكم على الشاشه دلوقتي. الفيديو ده بقى عايزه احكي لكم قصته. هو كان مع هيفا بسيسو. قصه الست دي ببساطه ان هي بدات شركه، وبعد 8 سنين الشركه دي اتباعت ب$1.5 مليار. فهيفا بتسالها انتي بداتي الشركه وبعد 8 سنين بعتيها ب$1.5 مليار. قالت لها مظبوط. قالت لها امتى اول مره بداتي تحققي ربح، يعني بعد قد ايه من لما اسستي الشركه بداتي تحققي ربح؟ الست قالت لها ان انا قعدت اول 3 سنين ما بدفعش لنفسي مرتب، وقعدت اول 3 سنين خروجاتي، هي الشركه كانت هي وجوزها، قالت لها خروجاتي انا وجوزي بنروح ناكل الفري سامبلز بتاعه الايس كريم اللي بتكون في المحلات. هي بدات قعدت اول 3 سنين ما بتاخدش مرتب، وخروجاتها بتكون الفري سامبلز اللي هي بتاخدها هي وجوزها من محلات الايس كريم. من 3 سنين دي بقى اللي هي اول مره دفعت لنفسها مرتب. بعد 5 سنين كمان، اللي هو بعد 8 سنين من عمر تاسيس الشركه اتباعت ب$1.5 مليار. يعني انت لو عامل بيزنس بقالك 2.5 سنين عادي جدا ان انت مش عارف تدفع لنفسك مرتب. يا نهار ابيض بجد على قد ايه الفيديو ده اداني موتيفيشن. مش قادره اقول لكم، مش يعني فكرة المؤشرات بتاعة ان انت بعد اول سنة لسه ما تدفعش لنفسك مرتب، مش بالبساطة دي ومش بالسطحية دي. هي انت ما تدفعش نفسك مرتب بس الشركة بتكبر، يعني خلي بالك برضو، لان هي لو الشركة بتفشل وهي ما بتدفعش لنفسها مرتب خلال اول 3 سنين، فهي عمرها ما كانت هتتباع بعد 8 سنين او بعد 5 سنين من اول مرة تدفع لنفسها مرتب ب1.5 مليار. بس اللي انا بتكلم فيه عادي. وبرضو ان ما تعوزش التطور السريع، بحيث لو انت عملت شغلانه جابت فلوس يلا ناخد كل الفلوس اديها لنفسي مرتب من تاني او تالت او اول سنه. انت هتدي لنفسك الفلوس كلها مرتب، الشركه مش هتكبر. فعامه الفيديو ده كان من اكتر، او الجمله دي تحديدا بتاعت ان انا قعدت اول 3 سنين ما بدفعش لنفسي مرتب. فالجمله دي بتونسني، وبحس لا يا علا الدنيا الحمد لله اظرف من كده شويه معاكي يعني، وسبيشالي في ان الواحد بيحاول يكبر في اصعب وقت في العالم يعني. انا خدت بقى كميه ورش عشان اعرف اقفل الكلام، وبرضه ما بعرفش اقفل الكلام. بس اتمنى الفيديو يكون اهم حاجه ان هو يكون ونسكو وكان مفيد، واهم حاجه ان هو لو كان مفيد وكان مونسكو تردوا الجميل ده للانسانيه مش ليا خالص، وانتوا كمان تحسسوا ناس تانية ان هما مش لوحدهم،
ولو عايزين تردوا لي اي حاجه ممكن تكتبوا كومنت الفيديو ده كان لطيف بالنسبه لكم ولا لا، تعملوا عليه لايك، تبعتوا لنا صحابكم، تعملوا سبسكرايب وتدوسوا جرس وتدوسوا اول يعني، وتستنوا الفيديوهات الجايه. وباي باي. ازاي بقول باي باي؟ المفروض اقول ما تنسوش تكونوا مبسوطين وتملوا العالم حاجات حلوه اكبر منكم بكتير. سلام.